وحاول سامي في الحقيقة إنه يلاقي قميص عليه صورة دب، ولكن ما وجد، فقرر إنه يجيب له قميص ثاني، وطبعا ما عجب وسيم فبدأ إنه يبكي في الشارع. فقرر سامي إنه يسحب القميص منه بعد ما لاحظ إنه أعين الناس متجهة عليه. وسيم، لا توجد محلات تبيع قميص الدب هنا، توقف عن البكاء. أريد قميص الدب. أعطني هذا إذا كنت تلبس قميص الدب فقط فلا تلبس أي قميص مطلقا. يا لك من مزعج، أكرهك. لن أستدير نحوه مهما بكى. وحاول وسيم إنه يلحق أخوه سامي في الشارع باتجاه السيارات، ولكن للأسف سيارة مسرعة جدا صدمت وسيم. انتظرني سامي. لا أزال صغير. في بداية الفصل 103 بنشوف وسيم في غرفة العمليات، وكان